النهاردة بقى الفيديو ده هدية ليكم وهدية لكل واحد شعره بيتساقط أو عنده حساسية. بجد والدتي هي ربنا يبارك لها، هي من أرشدتني إلى ده بعد ما كان شعري بيتساقط أو كان عندي حساسية. كنت بدهنه على شعري لحد الحمد لله ما بقى كويس جدا. حاجة صغيرة كده شكلها عامل زي المسمار وريحتها فواحة وطعمها مميز، بس وراها حكايات وأسرار ممكن تغير نظرتك ليها تماما. بنتكلم عن ايه النهارده؟ بنتكلم عن القرنفل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصراحة القرنفل ده من الحاجات اللي بنستخدمها كتير في حياتنا اليومية، سواء في الأكل أو في الشرب أو حتى بنشمه كده كنوع من الروائح الحلوة. بس قليل قوي اللي يعرف إن ورا المسمار الصغير ده قصة كبيرة وفوائد صحية رائعة وتاريخ عريق جدا. تعالوا نخش في الموضوع ونعرف عنه كل حاجة ونعرف حاجات عن القرنفل من الألف للياء. اول حاجة لازم نعرفها عن القرنفل، هو ايه بالظبط ومنين بيجي. القرنفل ده مش مجرد بهار كده بنلاقيه في اي حتة، لا ده براعم او زهور من شجرة استوائية اسمها شجرة القرنفل. الشجرة دي اصلها من جزر الملوك في اندونيسيا وتحديدا جزر المولوكس. زمان الجزر دي كانت كنز حقيقي بسبب التوابل بتاعتها النادرة والغالية زي القرنفل وجوز الطيب. القرنفل ده بيتم حصاده قبل ما البراعم تتفتح، يعني هو لسه صغنون كده، وبعدين بيجففوه في الشمس لحد ما ياخد اللون البني الغامق والشكل اللي احنا عارفينه زي المسمار. العملية دي هي اللي بتخليه يحتفظ بالزيوت العطرية اللي جواه واللي بتديله الريحة القوية والطعم المميز. طب ايه استخداماته الشائعة اللي احنا كلنا عارفينها؟ اكيد اول حاجة بتيجي في بالنا وهي المطبخ. القرنفل ده ملك من ملوك التوابل، بيخش في اكلات كتيرة قوي زي اللحوم، الرز البسمتي، الشوربات، وكمان في حلويات كتير زي الكيك والبسكوت. في دول الخليج وبالذات بيستخدموه كتير في القهوة بتاعتهم علشان يديها نكهة مميزة وريحة فواحة، بتضيف طعم دافي وحلو مع لمسة كده من الحدة بتخلي الأكل ليه طعم تاني خالص. تعالوا بقى للجانب الأهم ويمكن اللي كتير ما يعرفوش عنه. القرنفل ده صيدلية متنقلة، أيوة زي ما سمعتم كده في بداية الفيديو. من آلاف السنين بنستخدم القرنفل في الطب الشعبي لعلاج مشاكل كتير، وده مش كلام جدات خالص، لأ ده العلم الحديث بدأ يأكد كده. ومن الفوائد دي مسكن للآلام ومضاد للالتهابات. في مادة اسمها اليوجينول، ودي مادة ليها خصائص قوية جدا كمسكن للآلام ومضاد للالتهابات. علشان كده زمان كانوا بيستخدموه لتسكين ألم الأسنان، وبصراحة لسه لحد النهاردة كتير بيستخدموه كعلاج منزلي سريع لمشاكل الأسنان. مجرد إنك تحط حبة قرنفل على مكان الألم بيخففه بسرعة. وكمان مضاد أكسدة قوي. جسمنا بيتعرض كل يوم لحاجة اسمها الجذور الحرة، ودي بتسبب تلف الخلايا وبتساعد على ظهور أمراض كتيرة زي أعزنا وأعزكم الله السرطان والشيخوخة. القرنفل ده بقى مليان بمضادات أكسدة اللي بتحارب الجذور الحرة دي، وكمان بتحمي الجسم، وكمان مضاد للبكتيريا والفطريات. زيت القرنفل بالذات ليه قدرة قوية على قتل البكتيريا والفطريات، علشان كده بيدخل في بعض أنواع غسول الفم ومعاجين الأسنان، وبيساعد في الحفاظ على صحة الفم والأسنان. وكمان مفيد للجهاز الهضمي، بيساعد على تحسين عملية الهضم وبيخفف من مشاكل زي الانتفاخ والغازات. شرب مغلي القرنفل ممكن يكون مريح جدا بعد أكلة دسمة، وكمان منظم لمستوى السكر في الدم. بعض الدراسات الأولية بتقول إن القرنفل ممكن يساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم، وبالمناسبة عملنا له فيديو هنا في القناة هسيبهولك في أول لينك، وده بيخليه مفيد لمرضى السكر. صحة الجهاز التنفسي بيساعد في تخفيف أعراض البرد والكحة والتهاب الحلق، وكتير بيستخدموه في الشاي السخن أو يغلوه مع مية علشان يستنشقوا البخار بتاعه. طب إيه تاريخ القرنفل ده؟ القصة بتاعته بترجع لآلاف السنين من زمان. القرنفل كنز حقيقي ومصدر ثروة كبير. الرومان والصينيين القدماء كانوا بيستخدموه، والصينيين كانوا بيخلوا أي حد يقابل إمبراطور لازم يمضغ قرنفل علشان ريحة بقه تبقى كويسة. كان عنصر مهم في تجارة التوابل العالمية اللي كانت بتوصل لآسيا وأوروبا والشرق الأوسط كله، وكان غالي جدا لدرجة إنه كان بيستخدم كعملة في بعض الأوقات. التجار العرب هم اللي لعبوا دور كبير في نقل القرنفل من جزر إندونيسيا لأماكن تانية،
وبعد كده الأوروبيين زي البرتغاليين والهولنديين دخلوا في صراعات وحروب علشان يسيطروا على جزر التوابل دي. اثروا على كمان تجارة القرنفل اللي كانت بتديهم أرباح خرافية. شوف قد إيه المسمار الصغير ده عمل حروب وثروات. النهاردة القرنفل لسه محتفظ بقيمته، ما بقاش بهار الأكل، لأ ده بقى جزء أساسي في صناعات كتير. بيستخدم في صناعة العطور ومستحضرات التجميل، وحتى في صناعة الأدوية والمكملات الغذائية اللي بتستفيد منها، ومن خصائص اليوجينول اللي فيه بقى موجود أشكال كتير زي زيوت عطرية ومسحوق وحبوب. في الآخر بقى القرنفل ده دليل إن الحاجات البسيطة اللي حوالينا ممكن نكون فيها أسرار وكنوز عظيمة. حبة صغيرة زي المسمار ده ليها تاريخ بيتحكي وفوائد مدهشة ومكانة في قلوب الملايين، ومن ضمن أنا بصراحة. فبصراحة لما تشوف القرنفل تاني ما تشوفش إنه مجرد بهار، شوفوا إنه مجرد كنز صغير بيخبي جواه قوة الطبيعة وتاريخ عريق. وأتمنى تشاركوا وصفتكم لو عندكم أي وصفات ليه، وتجربوه لو شعركم بيتساقط أو حتى عندكم حساسية. يا ريت تشاركونا رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو ده لكل أصحابكم، وتشوفوا فيديوهاتنا اللي فاتت. ونشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.